أرحب بكم أجمل ترحيب في الكونفراس لاتحاد صيادلة قامشلو تحت شعار الصحة ليست خدمة بل حق، والدفاع عن الحقوق يبدأ من أولئك الذين يحملون المعرفة والضمير. نجتمع اليوم لنؤكد أهمية دور الصيدلي في تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتطوير الممارسات الدوائية لخدمة المريض والمجتمع، واجتماعنا اليوم يعكس حرصنا على المعرفة والتطور ويدفعنا جميعا نحو مستقبل أكثر مهنية وفعالية. خير ما نفتتح به مؤتمرنا اليوم هو الوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح شهداء سوريا وروجافا. شهيد نامر. باسم الرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي تفدم، نتوجه إليكم بالتحية والتقدير بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس لاتحاد صيادلة كانتون قامشلو. هذا المؤتمر الذي يعبر عن مستوى التنظيم والمسؤولية لدى العاملين في القطاع الدوائي ودورهم الحيوي في تعزيز أسس المجتمع الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا. لقد أثبت الصيادلة خلال السنوات الماضية أنهم أحد أعمدة الصمود المجتمعي من خلال التزامهم بتأمين الدواء والإرشاد الصحي والحرص على الجودة وسلامة الاستخدام رغم التحديات الاستثنائية التي مرت على المنطقة. وإن مؤتمركم هذا اليوم يشكل خطوة إضافية نحو ترسيخ الرقابة الدوائية بما يخدم صحة المجتمع واستقراره في مهنة الصيدلة، حيث تتحول المعرفة إلى ممارسة إنسانية مباشرة تمس حياة المواطنين وحياة الناس وصحتهم. إننا في رئاسة حركة المجتمع الديمقراطي تفدم نؤكد دعمنا الكامل لكل جهد يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وفي تعزيز التنسيق بين الاتحادات الطبية في سبيل بناء منظومة دوائية عادلة وفعالة. كما نؤكد أهمية دوركم في رفع الوعي الدوائي وضمان الاستخدام الرشيد للدواء ومكافحة كل أشكال الفوضى. نرحب بكم في المؤتمر الخامس لاتحاد صيادلة قامشلو. نتمنى أن يكلل هذا المؤتمر بالنجاح من خلال انتخاب مجلس فعال لاتحاد صيادلة قامشلو يستطيع إكمال المسيرة بما يخدم مهنة الصيدلة وتطويرها. زملاء، بالنسبة للوضع التنظيمي، عدد الصيادلة الكلي المنتسبين لاتحاد صيادلة قامشلو 472 صيدلانية وصيدلاني. أما بالنسبة للفعاليات والأنشطة التي قام بها مجلس اتحاد صيادلة قامشلو خلال العامين، أولاً حضور المؤتمر العام للصيادلة المنعقد في الحسكة بتاريخ 20/6/2025 وجميع اجتماعات الاتحاد العام للصيادلة في شمال وشرق سوريا. 2. القيام بالجولات الدورية على جميع الصيدليات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات الصادرة عنهم. 3. رفع أسماء الصيدليات المستحقة للتشميع إلى مديرية الصحة لتشميعها. 4. الاجتماع مع الجهات المعنية للمطالبة بعدم التدخل في قرارات مجلس الاتحاد بشكل عشوائي وعدم المساس بحرمة الصيدليات، ووجوب حضور عضو من الاتحاد عند قيامهم بجولات على الصيدليات أو عند تواجد أي مشكلة مع أي صيدلية حسب النظام الداخلي لاتحاد الصيادلة في شمال وشرق سوريا. حضور اجتماعات تنسيقية مع الصحة بشأن الصيدليات ومستودعات الأدوية. حضور جميع الندوات والفعاليات والمسيرات التي دعت إليها حركة المجتمع الديمقراطي تفدم. وأيضا الاجتماع مع مديرية الضرائب في قامشلو لأكثر من مرة لمناقشة قانون الضريبة الجديد. الاجتماع مع رئاسة البلدية في قامشلو لمناقشة وضع عقود الفروغ والإيجار والاستئجار بعد سقوط النظام. حضور اجتماع مع الاتحاد العام للصيادلة في شمال وشرق سوريا مع المستودعات الأدوية الأجنبية لإيجاد آلية ضبط الأسعار.
حضور جميع الاجتماعات الشهرية لحركة المجتمع الديمقراطي تفدم. إلقاء عدة محاضرات حول المخدرات وتأثيرها على المجتمع وعن كيفية حفظ الدواء وعن الدبلوماسية المجتمعية ودورها في بناء الأمة الديمقراطية. حضور اجتماع مع هيئة الصحة والبيئة والمستودعات ومجلس البلدية الصحة في قامشلو من أجل إيجاد آلية لإتلاف الأدوية منتهية الصلاحية. حضور اجتماعات هيئة الصحة لمناقشة النظام الصحي الجديد في شمال وشرق سوريا. حضور اجتماع في الحسكة مع كافة الاتحادات وهيئة الصحة لمناقشة الواقع الدوائي في شمال وشرق سوريا. حضور اجتماع مع هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا وجميع المستودعات الأدوية لمناقشة آلية شحن الأدوية وخفض نسبة الشحن. حضور جميع الاجتماعات في المدن لتشكيل المجالس الصحية. المشاركة في لجنة تعديل الشهادات الطبية الغير سورية مع هيئة الصحة في شمال شرق سوريا والاتحادات الأخرى بتكليف من الاتحاد العام. نقد على هيئة الصحة في الجزيرة لعدم تعاونهم مع الاتحادات وعدم حضور اجتماعات شهرية الدورية للاتحادات. نقد على هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا على قلة التنسيق مع الاتحادات الطبية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاتحاد، وأيضا عدم إرسال فواتير الأدوية الداخلة إلى شمال وشرق سوريا إلى الاتحاد العام. وباسم الاتحاد العام بشكر الطاقم مجلس الاتحاد اللي كمان تعب كتير خلال آخر سنتين بدورته الرابعة، وشكر خاص للدكتور كاميران صراحة لأنه كمان تعبه كان مضاعف حقيقة، لأنه حتى بتفدم بالمنسقية كان يشتغل شغل وبمجلس الصحة، فكان شغله كمان خلال المرحلة السابقة يعني مكثف ومضاعف ويعطيه العافية. من هون نعلن حل المجلس السابق ونبتدئ بدورتنا الجديدة بمجلس جديد بفتح باب للترشح والانتخاب لمرة جديدة. نفتح باب النقاش بالنسبة للتقرير اللي حضراتكم سمعتوه. أي نقاش، أي أسئلة ممكن قبل ما نبدأ مرحلتنا أو الانتخابات نحن فينا نناقش. إذا في عندكم أسئلة، استفسارات، يعني المقترحات حتى ممكن نحن ناخذهم بهالمرحلة هاي. شمال وشرق سوريا كمان هالموضوع هذا عم نناقش فيه، وخاصة المناطق المحتاجة. يعني في طلب عندنا من عمودة، في زملاء بالحسكة كمان طلبوا، وإن شاء الله راح نصل لنتيجة. موضوع الجهات المعنية دكتور طارق ذكر، دكتور نحن كمان ما يأسنا. يعني يوم الأربعاء الماضي كنا مع هيئة الصحة بشمال شرق سوريا، وين ما كان نحن ما عندنا شيء نخبيه، ننقذ الكل. أي واحد ما يقوم بعمله هذا واجبنا. نحن كمان كنا إدارة وكنا هيئة الصحة، صح في عنا ظروف صعبة، في عنا هجمات، في عنا الأساسيات لازم تكون موجودة. موضوع العشوائيات أصلا لازم ما تتناقش، هاي كمان أنا معك، بس نحن يا دكتور عم نتابع وإن شاء الله هالأمور هاي راح نلاقي حل. أما الزملاء في المديريات والهيئات يعني كمان ما عم يقصروا، بس هاي الإمكانيات دكتور. أنت كنت بصحة قامشلو، بهيئة الصحة بقامشلو، وتعرف الأمور هاي. يعني الهجمات التركية من إيمت توقفت؟ صار لها كم شهر. يعني نحن صار لنا 10 سنين زملاء بحرب. موضوع الميزانية ما في داعي نحكي فيها. الأضرار اللي صارت يعني مليارات الدولارات، ونحن محاصرين من كل الاتجاهات. يعني بالرغم من هالصعوبات الإدارة مشكورة، يعني صح في رخن بس في عمل على الأرض عم ينجز. يعني الكل نحن كلياتنا عم ننتظر ما بين يعني اتفاقيات 10 آذار، اتفاقيات لاحقة، الجميع ينتظر ونحن كمان مثلهم. يعني يعني بعض النقاشات اللي صارت هون، وبالبداية حكينا أنه هدول للمؤتمر العام، ما هن مطرح النقاش ولا هن مطرح القرار. نحن ما فينا أصلا، ما عندنا صلاحية اتخاذ القرارات هون بهذا المحفل، لكن في حالة سياسية عامة والكل يعرف. نحن بصدد كلياتنا كل يوم نفيق انه ان شاء الله اليوم يصير هذا الموضوع. الهيئات الجميع جهز حاله ليكون في طريقة معينة من الدمج ومن التوافق، ما رح نقول دمج كلي، ويعني رح يكون في حالة من الاتفاق اللاحق ما بين
المؤسسات الموجودة هون والمؤسسات الموجودة تابعة للنظام. نحن بهذا الصدد، ونحن متفهمين تماما مخاوفكم، متفهمين تماما المشاكل اللي تعيشوها. واحد من البنود اللي نحن كمان حكينا فيها انه مثلا الصيدلي تكبد 28% دفعة واحدة وما حدا عوضه، وهذا الموضوع يعني حكينا عليه وكتبناه ببند رسمي بالنسبة للضريبة، وهذا واقترحنا انه سنة ال 25 ما يكون في ضريبة اصلا، لانه الصيدلي اصلا خسران. لكن بسبب معين، بسبب انه ازاله الحواجز ما بين مناطقنا ومناطق، يعني كان في ضرائب عم تؤخذ، يعني هل 28% ما كانت رسميه، يعني لانه كان في نسبه من الشحن تؤخذ على كل علبه تفوت للمنطقه. بسنه 2016 يمكن زملاء الصيادله ما بيعرفوا 200 عشوائيه تم اغلاقها بالمنطقه، 200 عشوائيه مباشرة. النسبة ارتفعت بالنسبة للعمل العام، وهلا نحن كمان بصدد حاليا بهالمرحلة هاي في مشكلة، في شوي تقاعس من هيئات من المديريات وهيئات الصحة. هذا الموضوع يعني أول ما بلشنا أول نقد كان بالنسبة، يعني يمكن أول نقد انتقدنا حالنا، يمكن الزملاء انتقدوا حالهم وانتقدوا زملاء الصيادلة. ثالث نقد كان انتقاد المديريات والهيئة أنه ما في تجاوب. عم نحاول. ایرو کنفرانسامی پنجمینه الباجار قامشتی دارتخن كون زان کنفرانسی ما حرد سالا هی کنفرانس دوی کنفرانسی دی مجلسك نهتي حوالي المنتين درشحين انتخاب من كسر نهتين براستي اف کنفرانسی مناقشه قالك تشتادك تش اصلا حوالي ما يصعد لها بالسر داخل المداخلات هنجي قال لك قد بيجين مشاكل ما هن صيدله بماليه واكيد يعني درمانر هاتنا درمانر يعني مسرفان مجارك شاب اخذن ومن بريتشي خوستك ما صيدله شي ما تخازن دمي بيش دي يعني هر جار نظام تغير دم بيش تكفي يعني نظامي ما يرو نايوكي سبب يرو نوكي دوبو بلكي تشتن بغيرن ايش صالحي صيدلي وش صالحي ملات جير يعني ام تخازن تشتاق بيش صالحي يعني جفاك عمل خاصة جبو درمانا تأمينا وان اسعاري وان امي سرفان مشارك شباخ اف كونفرانسي ما اي قام شلو خاصة اي ما يسر استا شما شرق سوريا تشيبو او باستماع الشابو الحسقي تشيبو ويا أنا إيما إقام شلوية طبعا باجاري إقام شلوية وباجاري كل دوراوي نوك عمودي تربس بي تلحمي سب جش قريدا إقام شلونه صياد لي مي فان باجارا جش حاضر بن ومن سر مجاري خباخه في كونفرنسي مي بينجاية أفحرت صالة كونفرنسي من شيدبه وطبعا كونفرنس شيدبه جبو أم بنا المشاكل الصيادلة شيء الدورة مش مشاكل هنا أم حل بكن وحاليا جي أم تخازن يعني مشاكل إيه صيادلة إيه بشكل عام إيه تشتي واي بسكريكي واهن جبوقش حلبة بالطريح بالفيدكي وحلبة وطبعا أم بهيفينا انه اف رئاسانها اقو بدانين اوجي مساعده رئاسه كيف نجيبك وبردوام بك شغلي وانا شبوكم كاريبن حمام مشاكلها وبسكريكي بشيامه محلكن